السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. من العادات اللي تعودنا عليها في عيد الأضحى وهي صينية الرقاق، وصفة أساسية على أي سفرة. النهاردة هحضر معاكم الرقاق الطري والرقاق الناشف بحشوة اللحمة. هحضره معاكم بطريقة سهلة وبسيطة، وهقول لكم على شوية تريكات هتطلع معاكم الرقاق ذهبي ومقرمش من بره وطري ومورق من جوه. ان شاء الله هتعتمدوها وهتعملوا احلى صينية رقاق. تابعوا معايا الفيديو للاخر وتعالوا نشوف حضرناه ازاي. اول خطوة معايا وبحضر للحشوة، ودي مشتركة ما بين الوصفتين. والحشوة اللحمة بحتاج لحم بقري مفروم، انا استخدمت اللحم البقري، استخدمي اي نوع لحمة. والبهارات استخدمت معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من جوز الطيب، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات او بهارات اللحمة، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، حوالي معلقتين من السمنة او الزيت، بصلتين كبار مقطعين مكعبات صغيرة. بنزل بالسمنة، بدبل البصل بتاعي قبل ما اضيف اللحمة. ودلوقتي هضيف اللحمة، وضروري جدا تكون النار في الوقت ده على اعلى حاجة علشان اللحمة ما تنزلش مية. اول ما اللحم يبدأ ياخد لون معايا بقلب البصل مع اللحمة كويس لحد ما اللحمة تغير لونها. واول ما بنوصل للشكل ده بنزل بالبهارات. بقلب كويس، وانا هنا بحب اللحمة تكون معايا جوسي كده وطرية شوية. بضيف حوالي نص كوب من الشوربة او المية، وضروري تكون سخنة جدا. واخر اضافة معايا وهو الثوم، بديله تقليبة شوية كده في الاول، وبعدين بقلب الثوم مع اللحمة، بسيبها حوالي دقيقتين وبعدين برفعها من على النار. وبكده بتكون جاهزة معايا الحشوة. بسيبها تبرد، واول ما بتبرد معايا بضيف نص كوب من الجبنة. الجبنة علشان تسيح مع اللحمة وتخلي الحشوة معايا ما تبقاش مفرولة وتكون متماسكة في قلب الرقاق. بركنها على جنب وبجهز للرقاق. معايا هنا رقاق طري، بحتاج معاه معلقتين من القشطة، وضروري جدا واحنا بنحضر الرقاق يكون معانا معلقتين من السمنة. بدهن الصينية بتاعتي بالسمنة كويس، وده ضروري جدا. معايا هنا شوربة لحمة وتكون سخنة جدا، واضيف عليها كوب من الحليب، وضروري جدا يكون الحليب والشوربة سخنين. بنزل عليهم بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر بيساعد الرقاق بيكون مورق معايا. بقلبهم كويس، وبظبط بقى الملح بتاعي، يعني يفضل انك تدوقي الملح وتظبطيه بنفسك. بنزل عليهم بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي، ولو الشوربة بتاعتك دسمة مش محتاجة انك تضيفي سمنة. ودلوقتي هنزل بقى بالرقاق، وزي ما قلت لكم ضروري جدا تكون الشوربة بتاعتك سخنة علشان الرقاق ما يعجنش معاكي. وبنزل بالرقاق بتاعي بالشكل ده، بضيف معلقة من الحشو، ويا ريت تكونوا كريمين فيها شوية، وببدأ ألف الرقاق، بقفل كده من الجوانب وبلف رول بالشكل ده. تعالوا نعمل واحدة كمان.
ولو الشوربة بتاعتي دسمة مش محتاج ان انا ادهن الرقاق بالسمنة مرة تانية. بنزل بمعلقة من الحشو وبقفل وببدأ ألفها رول. دي بتكون طريقتي المفضلة في الرقاق الطري. بعد ما بنخلص كل الكمية ببدأ أدهن الوجه كده بمعلقة من القشطة. القشطة بتدي لون حلو قوي للرقاق. تقدروا تستبدلوها بزبدة هتدي نفس النتيجة. ودلوقتي هدخلها الفرن على اعلى درجة حرارة، فرني شغال من تحت ومن فوق. اول ما ياخد معايا اللون الذهبي من تحت ومن فوق بالشكل ده بخرجه على طول. لو بتحبي الرقاق بتاعك يكون مقرمش بتقدميه على طول وهو سخن، ولو بتحبوه طري شوية اول ما بيخرج من الفرن وهو سخن بتغطي الوجه بفوطة وبتسيبيه قبل ما بتقدميه بحوالي 10 دقايق. شايفين قد ايه الرقاق بتاعي مقرمش؟ واضح جدا في الفيديو ان الرقاق بتاعي مقرمش من بره وطري من جوه. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. ودلوقتي هحضر للرقاق الناشف. معايا هنا رقاق بيتي. بحتاج صينية حسب المقاس الرقاق اللي انا بستخدمه. بدهنها بحبة كويسين كده من السمنة، وده ضروري جدا علشان يدينا اللون الذهبي من تحت والرقاق ما يلزقش معاكي في الصينية. وبحتاج شوربة نفس اللي استخدمتها في الوصفة الاولى بنفس الخطوات، وبنزل بالرقاق بالشكل ده. ضروري جدا تكون الشوربة سخنة معايا، ولو بردت وانا بشتغل برفعها على النار تغلي وبرجع اشتغل بيها تاني. ببدأ ارص الرقاق في الصينية بالشكل ده، وما بين كل رقاقة والتانية بدهن سمنة. برص 4 رقاقات في الطبقة الاولى وبدهن ما بين كل طبقة والتانية سمنة. ودلوقتي هنزل بالحشوة بتاعتي. ضروري جدا ما اجيبش الحشوة بتاعتي على الحروف. بفرد الحشوة وبضغط عليها وانا بفرد علشان تكون متماسكة وما تتفرولش وتطلع منه رقاق وانا بقطعه. ودلوقتي هضيف باقي الرقاق. انا ضفت 4 رقاقات في الطبقة الاولى وهضيف 4 رقاقات في الطبقة التانية. بسيب الرقاق بتاعي يطرى. انا كنت مستعجلة قطعته على طول، بس هو ضروري جدا بعد ما بترصيه بتسيبيه لحد ما يطرى وبتبداي تقطعيه. بيكون سهل عليكي وبيتقطع معاكي من غير ما تبوظي شكله. انا استعجلت وقطعته على طول. ودلوقتي هدهن كده الوجه بمعلقة من القشطة، بتدي لون حلو قوي للرقاق بتاعي. وزي ما قلتلكوا تقدروا تستبدلوها بزبدة. وبكده بتكون جاهزة معايا احلى صينية رقاق. بدخلها الفرن على اعلى درجة حرارة. اول ما بتاخد لون ذهبي من تحت بقلبها، بعد ما بتخرج من الفرن ببدأ اعيد على التقطيعة بتاعتي تاني. تعالوا بقى نشوف رقاق بعد ما خرج من الفرن قد ايه ذهبي ومقرمش من بره
وطري ومورق من جوه. شايفين الطبقات؟ انا بس مش عارفه امسكه لان هو كان سخن جدا، انا كنت مستعجله، ما كانش ينفع اسيبه يبرد. شايفين قد ايه واخد اللون الذهبي الجميل. وبكده بنكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى انكم تجربوه وتكتبولي في التعليقات. ودمتم على الف خير، مع السلامه.